في ناس كتيرة الفترة الأخيرة ديّة سألت إيه الفرق ما بين السيراميك والبورسلين أو السيراميك العادي والسيراميك اللي هو الليزر كات أو القطع ليزر. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض بالتفصيل إيه الفرق ما بينهم الاتنين، وإزاي تقرر تركب سيراميك أو تركب بورسلين. ويلا بينا. طبعا البورسلين بيكون مصنوع من كسر الجرانيت والرخام، وبيتصنع في درجات حرارة عالية جدا في الفران، وبيكون مطبوخ من طبقة واحدة، وبيكون كثافته عالية جدا، علشان كده بيكون له مميزات كتير، زي مقاومته لامتصاص المية بتكون كبيرة جدا، مقاومته للخدش والاحتفاظ بلونه، وان لونه مش بيتغير، بتكون برضو عالية جدا. وعلشان كده بيكون له مقاسات كبيرة زي ال60 في 60، ال60 في 120، وال120 في 240. وبرضه علشان المقاسات دي بنستخدمه في المساحات الكبيرة. طبعا الحواف بتاعته بتكون عدلة مش مشطوفة، ويفضل في استخدامه اللي انت تستخدم في لصقه مواد زي الستيكس يو، وتستخدم الصلايب وتستخدم الكليبسات، والفواصل بتاعته بتكون من 1.5 ملي ل2 ملي. طبعا السيراميك بيختلف في طريقة الطبخة بتاعته أو طريقة التصنيع، علشان هنا بيتكون من طبقتين، الطبقة اللي هي بتتلزق على المونة اللي احنا بنسميها الفخار، اللي هي بتكون مكونة من الطين والرمل والمية، والطبقة اللي هي فوق اللي هي الطبقة اللامعة. طبعا عيوبه برضه بتكون كتير، زي مقاومته للاحتكاك ضعيفة، بتغير لونه طبعا بسهولة، مقاومته لامتصاص المية بتكون ضعيفة. طبعا الحواف بتاعته بتكون مشطوفة، وفي منه نوع عدل مش مشطوف، وده اللي بنسميه الليزر كات.